لو عندك حد تعرفه داخل كلية هندسة ابعت له الفيديو ده ضروري، ولو انت داخل كلية هندسة ركز معايا كويس. في ناس كتير دخلوا هندسة قبلك وللأسف فشلوا من أول سنة، وفي ناس دخلت هندسة وكانوا بيسقطوا كتير أو بيشيلوا مواد وبيعدوا بالعافية، ولما خلصوا الكلية وبالتالي ما قدروش يشتغلوا في حاجة تبع تخصصهم واشتغلوا في حاجة تانية مش تبع هندسة خالص. طب إيه سبب الناس اللي كانت بتفشل دي من أول سنة وسبب الناس اللي كانوا بيعدوا بالعافية؟ ده الأسباب كتير، منها انهم ما كانوش متاسسين كويس قبل ما يخشوا كليه هندسه، والتاسيس ده بيكون تاسيس رياضي. انت عارف كليه هندسه من اسمها هندسه بتعتمد على الرياضه بشكل كبير جدا، وكمان بتعتمد على الفيزياء لان الهندسه تعتبر هي ابلايد فيزيكس. كمان اللغه في كليه هندسه بتدرس بالانجليزي، في طلبه كتير مش متاسسه في الانجليزي، فلما تيجي تخش الدكتور بيقول مصطلحات هو مش فاهمها وبالتالي ما بيقدرش يستوعب المعلومات وما بيعرفش يجيب تقدير كويس. وانا هنا بعد 6 سنين من تدريس كورسات لطلاب كليات الهندسه من مختلف جامعات مصر عملت لك كورس تاسيسي من قبل ما تخش الكليه عشان تبقى جاهز من اول سنه. الحق احجز بسرعه قبل اكتمال العدد. اشوفكم على خير.